بسم الله الرحمن الرحيم. حبايب قلبي، يلا نسمي بسم الله ونعمل الكبسة السعودي بأيدي مصرية وبطريقة مصرية ومقادير مصرية. ان شاء الله بإذن الله هتكون احلى كبسة. ان شاء الله نعملها بطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا، وهتكون سهلة لاخواتنا المبتدئين اللي لسه اول مرة زي حالاتي كده يجربوا الكبسة. هنعملها مع بعض، انا بعملها لاول مرة. هنسمي بسم الله وهنشوف مقاديرنا البسيطة الجميلة السريعة الغير مكلفة اللي موجودة عندنا في كل بيت، يعني مفيش حاجة يعني هتكون يعني مكلفة ان شاء الله. يلا هنسمي بسم الله وهنتوكل على الله ونشوف الكبسة الجميلة دي هنعملها ازاي مع بعض. كده حبايب قلبي، هنشوف هنحتاج ايه للكبسه. عندي فرخه مغسوله كويس جدا ومتنضفه، عندي جزريه مبشوره، بصليه متقطعه صغير، طماطميه متقطعه صغير، توابل الكبسه ليمون اللي هو اللي ناشف، وعود قرفه في حاجات كده، ورق لورا، حاجات مخصوصه للكبسه يعني كل الحاجات مع بعضيها كده بتكون عند العطار او في اي سوبر ماركت. هتقول عايزه مقادير الكبسه هتلاقيها موجوده. وعندي هنا معلقة كبيرة صلصة طماطم، ومعلقة صغيرة توم متقطع صغير او مفروم، يعني مفيش مشكلة. عندي بقى توابل الكبسة، في توابل جاهزة برضو مكونة من كركم وفلفل اسود وملح وكمون. الحاجات دي كلها برضو موجودة، اسمها توابل كبسة، موجودة معايا. وعندي هنا الرز البسمتي انا غسلاه ونقعاه. يلا هنسمي بسم الله وهنشوف هنعمل ايه معانا الكبسة الجميلة دي ازاي. عندي حلة على النار، حطيت عليها شوية زيت ذرة، انزل عليها بالتوابل، هنشوحهم كده شوية، طلعوا كده ايه النكهة. كده تمام قوي. انزل بقى بالبصل، عايزه البصل يكون لونه شفاف كده، يعني ايه، نص تحميره، لا عايزاه محروق قوي ولا عايزاه يكون ابيض، يكون نص تحميره كده تمام. هنزل عليه بالثوم واقلبه شويه. الكبسه دي يا جماعه انا بعملها بطريقه مصريه وبايد مصريه، وبصراحه اول مره اعملها. يا رب ان شاء الله تكون عند حسن ظنكم وتكون ناجحه باذن الله، واعرفكم برضو من رايي فيها ايه. وبرضو عايزه اخد راي حضراتكم لو فيها اي حاجه ناقصه او كده عرفوني برضو، انا بتقبل اي حاجه. نجيب الجزر، تقليبه، طماطم ومعلقه صلصه طماطم، تتشوح كده مع بعض. نحط عليها التوابل بتاعتي ونجيب التوابل وقرن الفلفل، عايزه اقول لكم ريحتها جميله بجد يعني ما شاء الله. هننزل بقى كده عليهم ايه بالفراخ بتاعتنا، نسويهم كده، نسوي الفراخ 3/4 سوا. عايزه اقول لكم من الريحه، لا بصراحه تستحق التجربه، وانا غلطانه ان انا ما جربتهاش من زمان يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلب كويس بقى التتبيله بتاعتنا بالفراخ كده. نشوحها شويه. بعد ما شوحتها شويه كده في التتبيله بتاعتنا والخلطه الجميله دي، انا عندي هنا غاليه ميه هنزل عليها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. مش هكتر ميه، يعني الميه قوي، علشان ايه؟ علشان الرز بتاعي انا مش عارفه الميه بتاعتي، يعني الرز هيحتاج قد ايه. لو احتجت ميه ممكن ابقى ازود شويه، لكن لو الرز يعني الميه بتاعته بتكون كتيره متهيألي بيكون متعجن شويه. يعني لسه اول مره اعمل الرز البسمتي بصراحه، بس ان شاء الله خير. لو احتجت ميه هزود شويه. كده كويس قوي. هسيبها بقى تستوي كده 3/4 سوا، الميه مظبوطه والتوابل مظبوطه.
شويه كده تستوي هرجع لكم تاني. كده حبايبي يلا نشوف الرز كده بعد ما استوى. بصوا ما شاء الله جميل جدا، ريحته جميله جدا بصراحه. يعني الكبسه تستاهل كلنا نجربها، اللي مجربش الكبسه يجربها يا جماعه، جميله جدا. شايفين؟ وللفراخ بعد ما دهنتها معلقه الصلصه ومعلقه سمنه وشويه توابل، ما شاء الله تحت الشوايه ريحتها جميله جدا. يلا نغرف بقى الاكل بتاعنا مع بعض ونشوف الكبسه الجميله بتاعتنا. كده حبايب قلبي الكبسه بعد ما خلصناها وعرفناها جميله جدا ما شاء الله. الرز مفلفل قوي وريحته بصراحه جميله جدا، والفراخ مستويه وريحتها جميله، وان شاء الله الطعم يكون احسن باذن الله. شايفين الرز؟ كل حبايب حبايته جربوا الطريقه دي باذن الله تعجبكم ان شاء الله. ما تنسوش اشتركوا في القناه. تمام، بحبكم جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.